السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى، ونزلنا لكم بفيديو جديد. طبعا عن ام مكة بتاعة الفسيخ. في بداية الفيديو، لو لسه اول مرة تشوف القناة، ياريت تدعمنا بلايك وتدعمنا باشتراك، واهم حاجة كومنتاتكم، عشان النهاردة نتكلم طبعا الجزء الثاني عن ام مكة ووفاء عامر. الجزء الثاني بصراحة لقيت الفيديو اللي فات عليه تفاعل جامد جدا، فكان لازم اعمل بارت 2 للقضية دي يا جدعان. طبعا القضية اللي انا هقولها لك النهاردة ام مكة الفسيخ ووفاء عامر وابراهيم شيكا. بصراحة يا جدعان القضية دي صح، القضية اللي احنا بنتكلم عليها دي صح. يعني القضية دي اللي هي في السوشيال ميديا عامة، القضية دي صح. ام مكة طبعا يا جدعان، مين اللي فضح ام مكة وفضح وفاء عامر؟ اتفضحوا هما الاتنين، اتفضح ام مكة بتاعت الفسيخ واتفضح وفاء عامر. مين اللي فضح الجماعة دول؟ مين اللي فضح اصلا الاتنين دول عامة؟ مين اللي فتح حوار بعث الاعضاء والحوارات اللي ماشية اليومين دول؟ طبعا بنت مبارك. طبعا بنت مبارك انت عارفينها، طلعت في فيديو وقالت معيش افضحك يا وفاء عامر انتي وام مكة بتاعت الفسيخ في حوار الاعضاء وابراهيم شيكا. بصراحة القضية دي صح يا جدعان. يعني كله يشير الفيديو ده عشان يوصل للمسؤولين، يوصل للمسؤولين. بصراحة يا جدعان البلد بتخرب، البلد بتخرب. بيع الاعضاء والحوارات اللي ماشية اليومين دول شغالة على طول يا جدعان. فما ينفعش كده، ما ينفعش كده. مفروض المسؤولين اللي في البلد يقفوا حد على الموضوع ده يا جدعان. الموضوع ده عمال يتمادى، عمال يتمادى. ام مكة دي اصلا كانت فقيرة، فقيرة، واصلا كانت لابسة على الكد. شوفوا دولك يا جدعان، الذهب والالمازات واللبس الفخامة والطرح والمكياجات بقت فخامة. منين جالها كل ده؟ من الفسيخ اللي بتبيعه، من الفسيخ. طب خليك في بتاع ده وفاء عامر. وفاء عامر يا جدعان ممثلة مشهورة ومعروفة على السوشيال ميديا، طبعا اللي هي معاها فلوس بلاوي. ايه دخلها في حوارات زي كده؟ انا عايز كل الناس تشارك الفيديو ده على قد ما تقدر. وصل للمسؤولين ان الموضوع ده يا جدعان لازم يكون ليه حل. ام مكة طبعا يا جدعان اتفضحوا، هي ووفاء عامر اتفضحوا هما الاتنين، وفاء عامر وام مكة بتاعت الفسيخ. اللي فضحتهم بنت مبارك. طبعا انتوا عارفين بنت مبارك. وعايز برضو اوصل رسالة لام سجدة. ام سجدة يا جدعان ليها يد في الموضوع ده، ام سجدة ليها يد في الموضوع ده يا جدعان. يعني برضو ليها موضوع في الحوار ده يا جدعان، لها موضوع. ام سجة وام مكة ووفاء عامر، وكمان بنت مبارك يا جدعان. بنت مبارك من اخص هي اللي فضحتهم على بيع الاعضاء والحوارات اللي حاصله. انا مش هطول عليك اكتر من كده. انا مطالبش منك يا عزيز المشاهد انك تشير الفيديو ده، وما تنسلاش في لايك وتقول رايك في الكومنتات. انا مطالبش منك غير كده. فده يكون نهاية الفيديو، وده بارت 2 عشان والله العملية زادت عن حدها، العملية زادت عن حدها. فده يكون نهاية الفيديو. انتظرنا في فيديو جديد بإذن الله وخبر جديد. سلام.